صباح الخير، وحشتوني وحشتوني. مش مشكلة، انتوا كبار، مش وحشيني قوي يعني، وحشيني نص نص. مش مهم، انتوا كبار. ماشي نروح بقى نشوف. يا اختي سامال ده طلع لي فين بتقابلني؟ سامال سامال، اول ما شافوني طلعوا فين بيقابلوني. عايزين تاكلوا يا ولاد؟ عاوزين تاكلوا؟ وحشتكوا يا حلوين، والنبي انتوا وحشتوني. يا صغنن يا صغنن بيدوروا على اكل. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صغار انتوا سمعتوا صوتي طلعتوا تجروا عليا يا حلوين؟ عاوزين تاكلوا؟ ماشي، يلا بقى بينا نسمي الله كده ونشوف هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا بقى يا جماعه، زي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي فات، الفراخ دي عطشانه قوي وجعانه. زي ما قلت لكم بقى، الفراخ ديت كانت نوعها، قلنا ان هي نوع الفراخ البيضه العاديه. بس هي الفراخ دي بقى طلعت فراخ، انا بحثت واتقصت. بصوا ما شاء الله بدأت لونها يفتحها حتى. بصوا هعمل لكم زوم كده. هتبقى دي الفراخ اللي هي الفراخ الرصاصي، اللي بتبقى ملونة دي، مدية على رصاصي كده شوية. ماشي، اسمها بقى فراخ ايه؟ فراخ الجميزي. الفراخ الجميزي دي بقى بتبقى للاكل بس، ما بتبقاش للبيض يعني وكده. طبعا هم هيموتوا بقى من الجوع دلوقتي، اتاخرت عليهم فعلا. هبدا بقى ان انا انضف لهم كده واحط لهم الاكل. ما شاء الله اللهم بارك. دول كتاكيتي الحلوين اللي وحشوني. دول بقى التانيين دول، اللهم بارك. برضو دول عاوزين يتنضف لهم ويتحط لهم الاكل. عندنا الفرخه الحمراء دي، الفرخه الحمراء دي اللي بتبيض، هي والفرخه التانية اللي وراها الرصاصي دي، هم دول بس الاتنين اللي بيبيضوا عندنا. تمام. ودول بقى حمامتين اهم، حمامتين الحلوين دول اللي منوريني في البيت، دول بحبهم قوي على فكره. بصوا بقى، انا اصلا يعني بحب ايه؟ اربي الطيور، ومن هوايتي ان انا اربي الطيور. تمام. انا بقى قلت كمان بالمره، بما اني بحب اربي طيور، استغل بقى الموضوع دوت واعمل مشروع كده صغير ليا في البيت. ان شاء الله المشروع ينجح، دعواتكم كده ان شاء الله. ونخلي الفراخ الصغنونه الجميله اللي ماتت من الجوع دي، نخليها تبقى ايه؟ تكبر. ولو بقت حلوه ان شاء الله، هبدأ بقى اعمل مشروع تاني اكبر واجيب فراخ اكتر، وان شاء الله نبيع منها كمان. يلا حطوا لنا بقى لايك للفيديو كده، واستنوا معانا نشوف لاخر الفيديو هنعمل ايه. وتعالوا ننضف لهم بقى ونشوف هننضف لهم ازاي، نحط لهم اكل وميه ايه، وهنعمل ايه، وهتشوفوا كل حاجه معانا دلوقتي. خليكم بس مكملين معايا الفيديو للاخر، وانا هقول لكم على شويه معلومات حلوه ممكن تفيدك لو انت لسه برضو عايزه تربي فراخ زي دي برضو، او ان انت عندك اصلا وحابه تعرفي اي معلومات، انا معاكي فيها ان شاء الله. وكمان لو انت مثلا مش عندك مكان وقاعده مثلا في شقه او كده، مش عندك مكان على السطح او كده، ممكن تعملي ركن في البلكونه الكبيره، ركن صغنن، او تجيبي قفص او كده يعني. او ممكن بقى تطلعي تستأذني من الجيران، او تشوفي لك حل يعني لو انت عايز تربي فراخ. فبس بقى بتشوفوا هما بياخدوا مكان صغنن كده. بصوا واخدين يعني مساحه صغننه خالص، ما بياخدوش مكان. حتى لو كبروا ما بياخدوش برضو مساحه كبيره، طالما انت مش العدد كبير مش هيعوزوا يعني مساحه كبيره ولا حاجه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. يلا بقى بينا نسمي الله كده ونشوف هنعمل ايه. نشوف بقى نغير لهم ده. نحط لهم بقى هنا ايه؟ نحط لهم الميه. هم صراحه كده يعني انا عذبتهم النهارده واتاخرت عليهم. هبدا بقى احط لهم الميه. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم بارك. الميه دي طبعا ميه عاديه خالص، مش هنحط لهم اي حاجه. هم ما شاء الله جايين متحصنين من مكانهم، واخدين علاجهم، واخدين كل حاجه، مش محتاجين ان انا احط لهم اي حاجه. تمام. احط لهم برضو شويه اكل اهو. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. هما بدأوا بقى يشربوا. طبعا انا ايه اتأخرت عليهم النهارده، فعشان كده يعني هما عطشانين خالص يعني. هحط لهم برضو العلف. الميه دي زي ما قلنا ميه عاديه جدا، مش هحط لهم اي حاجه. هما كده كده متحصنين ومش محتاجين اي حاجه. اسمها ايه؟ متحصنين ولا متحضنين؟ المهم يعني. شايفين كتاكيتي الحلوين؟ ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعه كده في الكومنتات،
وقولوا لنا انتوا بتربوا برضو الطيور ولا بتحبوش تربيه الطيور؟ قولوا له رايكم كده، ايه انتوا بتحبوا تربوا الطيور ولا لا؟ ولو عندكم اي سؤال يخص الطيور ممكن يعني ايه اللي بيفيدهم عشان يكبروا بسرعه، علشان يبيضوا بسرعه، عشان اي اسئله انا معاكم فيها ان شاء الله، ابعتولي في الكومنتات وانا هرد عليكم. يلا راح احط لهم برضو العلف. احنا طبعا قلنا هنجيب لهم علف اللي هو العلف البادي. طبعا انا هستأذنكم بقى يا حلوين عشان ناخد الايه بتاعه الاكل، الميه، واحط لكم بقى اكل. خليكم تبعدوا عن الميه كده شويه بس لحد ما احط لكم الاكل. ما يعني جعانين ازاي وعطشانين عشان انا سبتهم اتاخرت عليهم. قلت لهم بقى ايه، هو المفروض دي فيها علف والله، فخساره تترمي، ممكن يبقوا هم يقرقضوا فيها. احطها لهم على جنب كده. انا كنت كمان ممكن اعمل لهم انضف لهم هنا، بس انا شايفه ان في علف في الارض فهم ممكن يبقوا يقرقضوا فيه. الارض يعني ما شاء الله هنا عندهم نظيفه، مش محتاجين حتى. بصوا هم هنا بيعملوا ايه، بياكلوا اهو اللي هم مدلقينه في الارض بياكلوه. طبعا ده عشان انا ما عنديش البتاعه اللي بتحط فيها الاكل، فلو انت عندك البتاعه بتحط فيها الاكل حط لهم فيها عشان ما يقعدوش ينكشوا كده ومضيعين نص العلف مرمي على الارض. ايه بيتدلعوا قوي، بتدلعوا قوي انتوا يا حلوين ها، وبياكلوه. المهم يعني انا مش هكنس لهم، هسيبهم كده ياكلوا اللي هم دلقوه. الادب حلو، شاطرين. الجوع وحش برضه، فهم هيبداوا ايه ياكلوا اللي عملوه في الارض. طبعا مستنيين بقى، هم متعودين ان هم بياكلوا في الصاجه ديت او في الصينيه ديت، فهم يعني فاكريني حطيت لهم اكل هيتجننوا عايزين ياكلوا. حرام صعبوا عليا. يلا هجيب لهم. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل على النبي، صلوا على النبي يا جماعه في الكومنتات، قولوا ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم زد وبارك يا رب العالمين. ربنا يبارك لكل واحد في رزقه يا رب، ويصلح حالنا وحالكم كده، وان شاء الله ايه تبقى دورة حلوة وعلى خير كده بإذن الله. دعواتكم كده عشان الواحد يحاول يكبر المشروع ده شوية ونجيب شوية اكتر، بس ربنا يبارك فيهم الاول اهم حاجة. طيب ماشي، ابعتولي بس مية علشان ابعتولي مية عشان احط الفراخ الكبيرة اهو. ما شاء الله هم يا عيني جعانين ازاي. طبعا العلف ده زي ما قلنا علف بادي ناعم، العلف ده علف بادي ناعم. ممكن تجيبي بالكيلو عادي، هو الكيلو عامل 22 جنيه دلوقتي، وممكن تجيبي الشكر على بعضها على حسب مقدرتك يعني. هما طبعا علشان على اول ما يكبروا هياخدوا لهم مثلا خلال شهر ان شاء الله كده، لو هما يعني بياكلوا كويس وكده ان شاء الله ياخدوا شكارة علف 25 كيلو لحد ما يشدوا حيلهم كده شويه. لو طبعا مقدرتك ما تجيبش شكارة العلف عادي ممكن تجيب لهم كل يومين، لفه قوي. فبس كده بقى ايه، هم ما شاء الله بدأوا ان هم ياكلوا همت. وزي ما قلت لكم الفراخ، عشان في ناس سالتني الفراخ ديت نوعها ايه في الفيديو اللي فات، ما كانوش عارفين نوعها زي حالاتي، بس انا سالت بقى واتقصت وعرفت ان الفراخ ديت فراخ نوعها جميزي، وبعدين للاكل بس، ما يعني للاكل مش للبيض، ما بتبيضش يعني. مجرد ما بتكبر بيبقى لازم تتاكل على طول، ما ينفعش ان هي اللهم صل على النبي ان هي تتساب ان هي تبيض يعني. ان هي لو بيضت مش ممكن تموت يعني، مش هتبقى حلوه. اللهم صل على النبي، اللهم بارك. نروح بقى للحلوين التانيين ونشوفهم عملوا ايه، وباضوا ولا ما باضوش، وظروفهم ايه بالظبط. رايحين فين؟ تعالوا. جعانين؟ انتوا كمان جعانين؟ والنبي انا كمان جعانه وما فطرتش، عايزين نفطر، بس قلت افطركم انتوا الاول، انا مقدور عليا. نقفل بقى عليهم ديت، هنقفل بقى على ديت، نروح نشوف كده في بيض ولا ايه النهارده. بص القيمه، الفرخه اللئيمه بيضه فين؟ ما بتطيش ليه النهارده يا حزينه؟ يا حزينه ما بتطيش ليه النهارده؟ جايبه لنا بيضه واحده بقالك يومين، النبي خساره فيك الاكل. خليكي هنا مش عاوزينك. ايه راحت فين؟ تعالي يا حزينه، انت بتاكلي ولا ما بتاكليش؟ مش انت بتاكلي؟ ما بتبضيش ليه؟ ها ما بتطيش ليه بقالك يومين؟ خساره فيك الاكل انت والحزينه التانية. النبي انتوا ما بتاكلوش زي الناس اصلا، والله انتوا صعبانين عليا. يلا هبدا برضه انضف لدولت
واحط لهم برضو الاكل بتاعهم. هم عندهم اصلا ميه اهي، بس هغيرها برضو مش مشكله. وبرضو دي نشاره، يعني الارض مش ان هي مش نظيفه ولا حاجه، لا دي نشاره عادي. هحط لهم برضو هم كمان وياكلوا، واغير لهم الميه. صليتوا بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. على فكره الفراخ دي برضو اللي هي زي التانية، نفس اللون بس مش نفس النوع، يعني نفس اللون. يعني لما الفراخ الصغيره تكبر هتبقى نفس اللون ده، مديه على رصاصي كده وغامق كده، لكن مش هتبقى بلدي ومش هتبيض. لكن دي بلدي وهتبيض. حد فاهم حاجه؟ يعني دي فراخ بلدي وبتبيض عادي، بس نفس اللون الفراخ الصغيره، يعني هم واخدين الالوان بس لكن النوع مختلف. تمام. اللي هي الصغننه دي احنا قلنا مش للبيض، للاكل بس. اما دول بقى ما شاء الله اكل وبيض وكل حاجه، يعني شغالين في كل حاجه. نشوف بقى دولت عشان نختم كده الفيديو اهو. ما شاء الله انا طبعا بتابع معاكم كل يوم ايه خطوه بخطوه اهو، عشان نشوف برضو الفراخ دي نوعها هيبقى حلو ولا لا. ان شاء الله يبقى حلو وان شاء الله يكون خير، وهنشوفها برضو لما تكبر مع بعض. هجيب لكم كل حاجه يوم بيوم. المهم بس متنسوش تحطوا لنا لايك كده للفيديو، ان شاء الله يعجبكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. هتوحشوني يا حلوين، صدعتوني عمال ان. شايفين؟ سامعين الصداع؟ سامعين؟ بحط لكم المايك عشان تسمعوا الصداع ده. والنبي انتوا حلوين.